السلام عليكم وحلقة جديدة في القناة هنا معانا. اللي احنا قلناه امبارح واول امبارح كوم. شوف كوم. واللي انا هقوله النهاردة في الحلقة دي اهو كوم تاني. اللي فات كله كان حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص. ليه يا فندم؟ هقولك. بص حضرتك، احنا الحلقة اللي فات قلنا ان خلاص امام عاشور في الزمالك 95% وقفشه 100% في الزمالك. ده اللي احنا قلنا فيه لعيب كمان جاي، وده اللي مفاجأة. فاحنا مش هنتكلم عنه دلوقتي لحد ما الصفقة تتم. وطبعا انا من مصلحتي كراجل زملكاوي ان الصفقة دي تتم، لان هو لاعب كويس. تمام تمام، ده كويس جدا 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 جدا. لغاية دلوقتي احنا عارفين ان نادي الزمالك ما فعلش العقد مع سيف الدين الجزيري بتاع السنتين. الراجل بعدهم هيعتزل. فالزمالك بيدور على مهاجم دولي هداف، راجل يكون كويس في لعبه والكلام ده كله، ويبقى راجل فت كويس. فدور حوالي في البلدان اللي جنبيه ملقاش. الراجل قال لك طب ودور في البلدان ليه؟ طب ما ادور في الانديه اللي جنبيه. ايه الانديه اللي جنبيه؟ المصريه. زي مين؟ زي الاهلي، بيراميدز، اللعيبه دي الناس دي كلها اللي فيها لعيبه اجنبيه هدافه. لعيبه اجنبيه هدافه. فيكون انت عندك لاعب زي ده في الفريق، يبقى انت عملت ضربة معلم. وده بنسبة 90% في نادي الزمالك، لان انا عارف ان هو شخصيته شكل نادي الزمالك المهاجم التقيل، ما يبقاش مهاجم خفيف كده، لا. الزمالك بيحب المهاجم يبقى تقيل. وتقيل بمعنى اللي هو ماسك كورة. ومن هو المهاجم اللي بتكلم عليه؟ هو نيديك جراديشار. جراديشار هو اللي جاي نادي الزمالك. طب حد يقول له هو جراديشار ليه هو اللي جه الزمالك؟ ما هو انت عندك بص يا باشا، حاليا الزمالك بيمشي على خطى الاهلي. هتفضيني الفرقه عندي؟ لا، ده انا افضي لك الفرقه والفرقه والفرقه. ده انا راجل كويس جدا في التعاقدات، وانا والكلام ده كله. فانا كراجل مدير تعاقدات في الزمالك زي ميدو وحازم امام، لا والله يا باشا انا ما عنديش وقت ان أنا ادور بره. طب ما انا اجيب من عندك انت لاعب وانت اصلا جايبه بفلوس قليله، فانا اشتري منك عادي. ما خلاص بقى، ما ده عصر الاحتراف، الدنيا كلها بقت تحترف. انت تاخد مني زيزو، هاخد منك جراديشار، تاخد مني بن شرقي، هاخد منك مثلا قفشه، تاخد مني والله كهربا، هاخد منك والله لاعب تاني زي عبد الله، زي ناصر، زي احمد حمدي. انا برضك هعمل تفضيل فريق عندك. فجريشار هو لاعب مميز قوي جدا، مهاجم محطة كويس جدا 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 جدا. ممكن يلعب كمان في صانع الالعاب. واذا كان يعني الجزيري مش هيكمل، وده يعني بنسبة كبيرة ان هو راجل اصلا تحسه ان هو راجل جاي من البيت على الماتش. يعني ده لما مش بيتدرب، لا هو الراجل ده جاي من التمرين على الماتش. تمام. الراجل قال لك انا عايز والله نجيب جراد شهر، راجل كويس جدا، راجل مميز، على الاقل هيطلع لي كورة كويسة، خامة كويسة. الراجل ده كان عامل تقريبا هو اللي عمل اسيست في ماتش الزمالك. الراجل ده برضه هو جاب ضربة جزاء مع الاهلي قدام بيراميدز. هو برضه كان اللي جاب جون في بيراميدز، هو اللي عمل اسيست في ماتش بيراميدز. راجل كويس جدا، وده اللي الزمالك بيقول عليه حاليا. فحاليا في غضب كبير في النادي الاهلي بسبب الحوار ده، فعشان الزمالك يجيب اللاعب زي ده يبقى عمل حاجه كبيره جدا. هنشوف الفتره الجايه اللي هيحصل. وقول لي رايك في التعليقات. السلام عليكم.